بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة، الفلوس دي انا جايبها من على اليوتيوب، تمام، من على قناة. بس عايز اوصل رسالة للناس اللي مش عارفة مصلحتها. هتقعد تجمع في مال، انا هوريك تدريجيا. الفلوس دي كلها اللي محطوطة دلوقتي على الشاشة اهي، على الشاشة، عشان حد يفتكر انها فلوسي ولا حاجة. الفلوس دي موجودة على الكمبيوتر، على النت، تمام. انت جمعت المال، لو جمعتها من الحلال ربنا اديها لك ليه؟ عشان تشوف اي حد محتاج او في ضيقة تقف جنبه وتساعده. اوعى تنسى ان ربنا سبحانه وتعالى لما اداك المال عايز يمتحنك، يشوفك انت هتعمل خير ولا هتعمل شر. طب دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى اداك المال الحلال، او ان كان حرام الله اعلم، ربنا اللي يعلم ان كان حلال ام حرام. طب دلوقتي هنروح فين؟ دلوقتي هاخدكوا على مكان تاني. شفت خدتكوا على فين؟ الفلوس كانت في الدنيا، دي اخرتنا، الاخرة بتاعتنا. يا ترى احنا عملنا الصح لما بنعمل خير، ولا عملنا الشر اللي اخرتنا هتبقى جهنم؟ يا ريت محدش يبص للي في ايد غيره، يا ريت محدش يعني يحقد حد على حد او يحسد حد. ربنا سبحانه وتعالى هو الرازق، ربنا سبحانه وتعالى هو الرازق. فاللي ربنا مديله مال حلال بيدي الحلال، بيدي للي يستاهل. انما في ناس ما تستاهلش، الله وكيل. لكن انتوا حرين. ربنا سبحانه وتعالى قال لكم الحلال بين والحرام بين. الطريق اللي انتوا ماشيين فيه امشوا فيه، ده اخرتنا، دي الاخرة بتاعتنا. معلش القطر كان معدي، دي الاخرة، ده بيت الاخرة. طب يا ترى وانتوا في الدنيا، في الدنيا عملتوا عمارات وعملتوا كل حاجة، هل هتاخدوا حاجة معاكم؟ لا. الكفن ده ليه جيوب؟ بصوا، احنا دلوقتي بنتنفس وماشيين وبنخرج وناكل ونشرب وعايشين. طب بالله عليكم لما يبقى اخرتنا اهو، ده كفن اهو ماشي، جثة داخلة المقابر، محدش هيبقى معاه، مش هياخد فلوس، مش هياخد اولاد، مش هياخد زوجة، مش هياخد اب، مش هياخد ام، مش هياخد اي حاجة معاه. ايه اللي عمله؟ يا ترى انت راضي على نفسك؟ يا ترى انت راضي على نفسك؟ الناس اللي بتغلط، الناس اللي بتسب، افتكروا الاخرة. شوفوا، لا حول ولا قوة الا بالله. عايشين كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، وفي الآخرة في حساب، في عقاب، في جنة وفي نار. وانت وشوقك، انت وشوقك يا سكر، انت وهي. الناس انا معلش انا هقول لكم كلمتين. انا ما عدتش يا جماعة اخش قنوات لا اشكر في حد، ولا اقول لفلان اقف جنب مين ولا ما تقفش جنب مين. معلش عشان انا بعيد عن المشاكل، مش خوف، بس انا بقرب من ربنا. مفيش حاجة تخليني ابعد عن ربنا مهما كان التمن. وخلي اللي يشتمني او يغلط فيا او يقل ادبه عليا في غيابي، صدقوني كل واحد ياخد حقه. ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش حق حد، ولو ما كانش حق حد بيجي كانت بقت نهاية العالم. اترككم في رعاية الله. وافتكروا يا جماعة ان الكفن ده هو جثة داخل المقابر، الكفن ده هو ملوش جيوب. افتكروا، الناس اللي بتعمل خير لوجه الله تعالى ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، الناس اللي بتعمل شر ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. يلا يا جماعة اترككم في رعاية الله.